السلام عليكم متابعي قناتي، أهلا وسهلا. أرحب بكم كل يوم وفي كل حين. تشرفونني بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، فهذا من دواعي سروري. مواقع التواصل الاجتماعي جرت فيها بلبلة كبيرة بسبب العرس الذي لم يمر عليه سوى أسبوع فقط، عرس أخو وحيدة. بعد أسبوع فقط من عرسه أخوها يطلق زوجته. كانا يظهران سعيدين جدا في صالة الأفراح وكأن ليس هناك شيء، لكن البيوت أسرار والمظاهر تخدع العديد منا، فلا تحكم أبدا على الكتاب من غلافه. أخو وحيدة كغيره من العرسان اصطحب زوجته لبيت أمه كأول أسبوع زواج لتخرج أسرار البيوت وعش الزوجية على المواقع، ويسمع بها الصغير والكبير ويصيرون سيرة على كل لسان. نعم، إنه آخر الحال. أم العريس خرجت في فيديو وهي تحمل المصحف وتضع يدها عليه وتقوم بالحلف عليه لعدة مرات وتقول: والله ووالله ووالله أن ابني عند إحضاره لزوجته إلى البيت قام بشرط عليها شروطا ووافقت في الأول، وأول شرط كان الحجاب. شرط عليها ارتداء الحجاب والتوقف عن الانستغرام والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، ووعدته كذلك وقبلت الشروط. ولكن قالت أمه أنها أظهرت العكس تماما، وكبر الموضوع ليصل للضرب بين الزوجة وابنها، وأيضا الشتائم والتشابك بالأيدي، كما أنها قامت بالحلف أن زوجة ابنها قامت بضربه بالمصباح بعد إسماعه ألفاظا لا يتجرأ بشر على قولها. إذن ماذا قالت أم وحيدة؟ أن زوجة ابنها قامت بإرسال رسالة لأمها على 2 صباحا تطلب منها الحضور لأخذها فورا إلى بيتهم. وماذا حدث بعدها؟ قالت أم وحيدة أن أم العروس اقتحمت البيت على 2 صباحا وقامت بالشتائم والألفاظ الغير مقبولة والبذيئة، والجيران يسمعون. إذن فما رأيكم في زواج وطلاق بعد أسبوع؟ هدأ الله أحوالهم يا رب العالمين، ونطلب من الله عز وجل أن تتصلح الأمور بينهما. هذه هي حال الدنيا. فما رأيكم في هذا الموضوع الذي أحدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أعزائي المشاهدين، في آخر الفيديو كالعادة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا كل يوم. أحبكم في الله. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، وإلى اللقاء.